يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن معرفة دخول شهر رمضان وخروجه يكون برؤية الهلال، فإذا رؤي هلال رمضان صام الناس، وإذا رؤي هلال شوال أفطر الناس وكان يوم العيد. فإن غم الهلال لغيم أو قتر أو نحو ذلك فيلزم إتمام شعبان 30 يوما. لكن هنا سؤال: إذا رؤي الهلال في بلد معين، فهل هذه الرؤية تلزم جميع الناس؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما ذكرت، أنه إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم جميع الناس. القول الثاني أن الرؤية في بلد هي خاصة بأهل هذا البلد. والقول الثالث وهو القول الوسط، وهو قول الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أن الرؤية في بلد هي رؤية له وللبلدان التي تشترك معه في المطالع، أي مطالع الهلال. وأما البلدان